عمرك سألت نفسك قبل كده ايه اللي يحصل لو كل اللي احنا عايشينه طلع مجرد صدفة؟ طب بلاش دي، لو افترضنا ان لكل صنعة صانع ولكل مخلوق خالق، مين بقى اللي خلق ربنا؟ وليه لو ربنا رحيم بيسيب الأطفال تعيا وتتوجع؟ وليه بيكتب علينا سيناريو حياتنا بالملي وبعدين يحاسبنا عليه في الآخر؟ فين الحرية وفين العدل في كده؟ بص يا سيدي، الأسئلة دي مش كفر، دي صرخات عقل بشري مش قادر يستوعب عظمة الكون. وفي الستينات طلع راجل شجاع قرر ما يهربش من الأسئلة دي ويفككها سؤال سؤال. أهلا بيك في أخطر رحلة جوه دماغك، أهلا بيك في عقل دكتور مصطفى محمود وكتابه اللي قلب الدنيا، حوار مع صديقي الملحد. هات قهوتك وركز معايا. عشان تكسب أي معركة لازم خصمك يكون تقيل. دكتور مصطفى محمود ما جابش واحد ما بيفهمش عشان يرد عليه، لا، ده افترض إن صاحبه ده حاصل على الدكتوراه من فرنسا، عايش في أرقى المجتمعات، ما بيؤمنش غير باللي بيشوفه تحت الميكروسكوب في المعمل. صاحبنا قعد بكل ثقة وحط رجل على رجل وبدأ يرمي قنابله الفكرية واحدة ورا التانية. تعالوا نفتح أول قنبلة. مش انتم بتقولوا ان الكل سبب مسبب، وان الكون ده مستحيل يجي صدفة؟ بتقولوا ان لكل صنعة صانع، وان لكل مخلوق خالق، وان الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ دكتور مصطفى محمود رد عليه بنبرة واثقة وهادئة وقال له سؤالك فاسد، انت ازاي بتسلم بأن الله هو خالق كل شيء ثم تسأل من خلق فتجعله خالق ومخلوق في نفس الجملة؟ وكمان الدكتور ضرب له مثال عبقري، قال له تخيل شوية عرايس لعبة بتتحرك بزنبلك، هل يعقل ان العرايس دي تكون فاكرة ان الانسان اللي صنعها بيتحرك بزنبلك زيهم؟ مستحيل. يا صاحبي، الزمان والمكان دول قوانيننا احنا اللي محبوسين جوه الزمن، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق الزمان والمكان، فازاي بتسأل بامتى وفين عن اللي خلق الامتى والفين؟ ربنا هو المسبب الاول اللي ملوش سبب، والا هندخل في سلسلة ملهاش نهاية، وده العبث بعينه. طب سيبك من الخالق والمخلوق، انا مالي؟ مش ربنا كاتب في اللوح المحفوظ كل خطوة هعملها؟ اذا انا مجبر، انا بمثل دور مكتوب لي. ليه بقى يحاسبني ويعذبني في النار على مسرحية هو اللي مألفها؟ السؤال ده بالذات وقع فلاسفة كبار، ولكن الرد هنا كان زي مشرط الجراح بيفصل بين حاجتين مهمين، العلم والإجبار. ربنا يعلم؟ آه طبعا، بس هل أجبرك؟ لا. هبسطها لك، تخيل معايا دكتور جامعة عبقري وعارف مستوى طلبته بالملي، قبل الامتحان كتب في النوتة بتاعته أحمد هيسقط عشان ما بيفتحش كتاب، وتاني يوم أحمد سقط فعلا. هل الدكتور أجبر أحمد إنه يسقط؟ لا طبعا، أحمد سقط باختياره والدكتور بس كان عارف مسبقا. ولله المثل الأعلى، ربنا اداك حرية اختيار طريقك، وعشان هو علم مطلق كتب اختيارك ده قبل ما انت تعمله. انت مجبر في لون عينيك، في بلدك، في طولك، واللي انت اصلا مش هتتحاسب عليهم، بس انت مخير تماما في اللحظة اللي تقرر تفتح فيها فيديو يفيدك او تروح تعمل حاجة تضرك. لو ربنا بيحبنا ورحيم، ليه خلق المرض؟ ليه الأطفال بتموت؟ ليه في زلازل تدمر مدن بحالها؟ فين الرحمة في كده؟ وصلنا لأقوى حجة في تاريخ الإلحاد، الشر. وإجابة دكتور مصطفى محمود كانت إجابة طبيب شاف الموت بعينيه، ورده كان كالآتي: أولا إحنا عايشين في عالم ما بنعرفش فيه الحاجة غير بعكسها. هتعرف قيمة الصحة إزاي من غير ما تشوف المرض؟ هتحس بطعم الشبع إزاي من غير ما تجرب الجوع؟ الكون ده عبارة عن لوحة فنية، الأسود فيها لازم يكون موجود عشان الأبيض ينور. ثانيا، احنا نظرنا قصير جدا، بنبص للمشهد من قريب وبنسيب القصة الكاملة. المرض اللي انت شايفه شر ده ممكن يكون بيكسر غرور الإنسان عشان يرجعه لربنا، والزلزال اللي بيدمر ده بينافس عن طاقة الكوكب عشان ما ينفجرش بينا كلنا. ثالثا بقى والأهم، مين اللي ضحك عليك وقال لك إن الدنيا دي هي الجنة؟ الدنيا دي قاعة امتحان، والامتحان لازم يكون فيها أسئلة صعبة وابتلاءات عشان يبان معدن الناس. والموت مش هو النهاية المرعبة، الموت هو الباب اللي بنعدي منه من عالم مليان ظلم لعالم ميزانه العدل المطلق. الإيمان اللي بيجي بعد رحلة شك وتدوير أقوى مليون مرة من الإيمان اللي وارثينه في البطاقة. ربنا خلق لنا العقل عشان نفكر بيه، مش عشان نلغيه.
كتاب حوار مع صديقي الملحد مش مجرد كتاب يتقري ويتشال على الرف، لا، ده درع تحمي دماغك بيه في زمن كله تشكيك. انا ما حكيتش كل حاجه في الكتاب، سايب لك الجزء الامتع تكتشفه بنفسك، وسايب لك رابط الكتاب PDF في الوصف. بس قول لي بقى في التعليقات، من بين كل اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده، ايه اكتر حجه نورت لمبه في دماغك وغيرت تفكيرك؟ هستنى اقرا تعليقاتكم كلها، وما تنساش لو عجبك الفيديو وحسيت انه بيحترم عقلك، ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه عشان لسه الرحله طويله. واشوفكم في فيديو جديد مع كتاب جديد، وسلام يا صاحبي.